سمعنا كلمه حضرتك على المنصه، حبينا كمجلس امناء الثوره ننفرد بكل اللي بيحصل في التلفزيون المصري. سمعنا ان في توجيه اعلامي معين لكل العاملين في التلفزيون المصري، تغطيه اعلاميه بالسلب على كل اللي بيحصل. الشعب المصري دلوقتي نزل في التلفزيون عموما، نزل في الشوارع، والتلفزيون المصري بيقول ان اللي موجودين في الميدان مجرد اخوان مسلمين وغيره وغيره وغيره، وان مفيش شعب نزل ولا حاجه. وابتكروا شعار جديد 30 يونيو ثوره على ثوره 25 يناير. حابين نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر عما يقال داخل التلفزيون المصري. هو الاكثر منه تفاصيل ان بتحصل مهزله اعلاميه غير عاديه وتعتيم غير عادي على كل اللي بيحصل، ووصمه عار بتحصل على المعتصمين في النهضه في رابعه العدويه. يمكن انا ماجستير اعلام جامعه القاهره، وتعودنا دايما ان احنا نريد الحقيقه ولو في بطن الحوت. انا يمكن دخلت انتخابات مجلس الشعب العام الماضي، وشفت بنفسي قد ايه كان في احزاب وتيارات سياسيه كتيره جدا داخله البرلمان، وكان بيتكالب عليها عدد كبير جدا من السياسيين اللي عايزين ينزلوا على قوائم الاحزاب دي، ومنها اسماء كبيره دلوقتي بتسب وتلعن الاخوان والتيارات وبتتهمهم بان هم ارهابيين. عايزه اقول حاجه مهمه جدا، ان مفيش اي حاجه من كل الاشاعات اللي احنا سمعناها سواء كانت في اعلام مرئي او مسموع عن رابعه وعن النهضه حقيقيه. الناس دي ما عندهاش اسلحه، الناس دي ما عندهاش غرف تعذيب، الناس دي ما هياش عندها تمويل، كل واحد بياكل على حسابه. الناس دي بتوحد ربنا، الناس دي بتحب الشريعه، الناس دي بتحارب عشان صوتها، بتحارب علشان خاطر تظهر للعالم كله ان هم مش ارهابيين، ناس طيبين جدا. دخلت في وسطهم بمنتهى البساطه والسهوله انا وبناتي واصحابي واصدقائي ودفعتي في الجامعه، وشفنا زمايلنا اللي كانوا معانا في الجامعه، شفنا طلاب جامعه وطالبات جامعه وستات بيوت واطفال وشيوخ، وشفتوا ابهات الشهداء. انا يوم الحرس الجمهوري واحداثه مسكت الدم بايديا وعديت عدد الشهداء وكان كتير قوي، لكن ان قناه توحد ربنا وتلقي الضوء على عدد الضحايا والشهداء اللي ميتين بطلق حي، ده ما حصلش ابدا. حتى القناه الوحيده اللي كلنا كنا بنتابعها ايام ثوره 25 يناير وبنقول انها بتقول الحقيقه، دلوقتي بقت تقول غير الحقيقه، رغم ان هي نفس القناه نفس الكوادر بنفس السياسه، وهي قناه الجزيره. كل الابواق رجعت تاني، لعبه قذره حصلت في مصر كان باستخدام الاخوان والتيارات الدينيه علشان خاطر يحصل تبسيط للثوره، يخرج كل النظام السابق من السجن، ترجع تاني مصر زي ما هي، ويتيحوا بالاخوان وبالتيارات بتهم وهميه، استخبار وتحريض وتهم غايه في السذاجه. لو احنا وقفنا وقلنا فين العمليه الارهابيه اللي حصلت فيك يا مصر، اللي عملها الارهابيين، اللي عملها الاخوان الموصومين دلوقتي بوصمه عار وهي الارهاب، مش هنلاقي عمليه ارهابيه واحده، وهنلاقي اللي حصل كله في لغط وفي اتهامات جزافيه وفي تجار مخدرات وفي حاجات ممكن تكون مقصوده في بعض المعسكرات، لكن الناس دي شرف لمصر. الناس دي مجموعه كبيره جدا من الاحرار والتيارات المختلفه، سواء كانوا اخوان او ليبراليين او نصارى. انا شفت هنا نصارى او شخصيات عاديه جدا بتدافع عن صوتها المسلوب. اللي حصل في مصر اذا كان كارثه، اللي كارثه اكتر منه هو التعتيم الاعلامي الغير عادي. لازم كاميرات تنزل وتخش رابعه وتخش النهضه وتتكلم مع الناس دي اللي مش عايزه تفض الاعتصام. الناس دي مش هتفض الاعتصام لما يخرج كل المخزون اللي جواها وتظهر للعالم كله قد ايه كان الاعلام فاسد، قد ايه كان الاعلام كذاب، قد ايه كل القنوات اللي بنشوفها دلوقتي ابطالها ومؤسسيها الفلول اللي اتربى في حضن النظام السابق، ومش عايزه اقول اسماء. انا جيت النهارده اتكلم من وحي قراءاتي ومن وحي رؤيتي ومن وحي احساسي بالسعاده اللي انا حاسه بيها وانا موجوده كاعلاميه، مش بنتمي لاخوان ولا لاي تيار. الاعلامي محايد يسجل الحقيقه مهما كانت. سعيده جدا بوجودي في رابعه، شفت طبل وزمر وشفت شباب زي الفل وشفت حياه جميله وشفت حلم بالشرعيه وحلم بان مصر تنضف وبان يبقى فيها استقرار
وفي المقابل شفت حاجات كتيره جدا لناس بتلعب ادوار المتفرجين 3 سنين بيحلموا في ميدان التحرير وفي اماكن تانية لان مشاكلهم تتحل ولسه ما اتحلتش. المشاكل عشان لازم تتحل لازم يبقى في اعلام، في مصداقيه، ما تخلوناش نضطر ان احنا كلنا نتحول لقنوات، كل واحد بكاميرا الفيديو بتاعته يبقى قناه مستقله ويبتدي يصور الحقيقه. في مكلومين اطفالهم ماتوا واولادهم ماتوا وزوجاتهم ماتوا وازواجهم ماتوا، دي حاله تعب وحاله دم، وحاله دم كمان مستشري قادم، وفي خطه ضايعه. مفيش حد في مصر بيفكر على المستوى السياسي بشكل مظبوط ولا حد مؤهل ان هو يعمل حوار، لان ما حدش شايف الحقيقه. شوفوا الحقيقه الاول وبعد كده اقترحوا المصالحه وبعد كده اقترحوا